شهد اليوم جولة ميدانية للمهندس هشام الخولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخولي الخيرية من داخل مدرسة ميت بدر حلاوة للتعليم الأساسي. ناهيك بقى عن التاني ده كله باباه. انا بدون عليا اساس مش هتعبك انت وش كمان وخلاص، بس كل الانطلاق ده يتفك تاني ويستلم وما يتصفيش الا ما يستلم. بص كده. واطمأن على الانتهاء من أعمال الانترلوك والدهانات والسباكة وخط الحريق. وانتقل بالجولة للمدرسة الفكرية بالمحلة لدعم أولادنا من ذوي القدرات الخاصة. ووعد المهندس هشام الخولي بتنجيل فناء المدرسة ودهان الواجهتين الخاصة بمبنى المدرسة وتجهيز صالة الألعاب الموجودة بالمدرسة. وأثناء الجولة وعد بتنجيل مجمع مدارس طلعت حرب كاملة. لا مش هنوصل الكلام ده، هيزيد الغيظ جواهم من دول. الموضوع عندنا اهم قوي، بس برضه ما زعلش دول وخليهم يدوسوا لبعض. انا كده بكبر الاعداء مني، لازم اشتغل هنا فوضى. حضرتك الجنب ده بس؟ لا مش جنب بس، انا واقف هنا اهو، كل اللي هشوفه بعيني هنا ويشوفه هنا لازم يبقى واحد. يبقى ايه؟ انتوا كده بقى كده هكلفنا نفسكم اكتر. مش هينفع مش هينفع نسيب النجيله زي ما هي كده. كان هنا بتاع النجيله كان لف لك 2 3 متر انترلوك وينزل لك بالنجيله في النص، بقى المنظر اللي عن كل دي واحده. انا بفصل، هي كلها مدرسه واحده، بس انا بفصل ده عشان الاطفال بس افصله لكن ما افصلش الفيو نفسه ولا الواجهه ولا ما هي دي مدارسنا ودي مدارسنا ودول ولادنا ودول ولادنا. ولا جايبينهم من حته ثانيه. تعليمات حضرتك؟ لا يا باشا مش تعليمات دي. وفي السياق ذاته انتقل بفريق مكتبه لمعهد ميت الليث الأزهري لتفقد المعهد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد. لحد هيشيل الرطش ده هم كبرهم قوي يعملوا الرمل على النجيله والروح، لكن اللي هيشيلوا الرمل بنفسه وانزله على النت. تسلمي. لا لو عرفت تجيب 2 3 معاك وتشيل الرطش ده وتظبطها لي، لا لو كده بقى استنى بالرمل. شيل الرطش ده بس عشان يجي لك حد يقفل لك هنا ويحط لك الرمل. وتم تجديد المعهد من فناء ومسجد ونجيله ودهان الفصول وواجهة المعهد. وطالب الخولي من الموجودين بالمعهد الحفاظ عليه. وأنهى المهندس هشام جولته بمدرسة الشهيد عمر الديك الإعدادية بنات للإطمئنان على ما تم إنجازه من تعلية سور الفناء ودهان الواجهات وعمل الانترلوك. وأنهى الخولي جولته ووعد بالعودة لمتابعة الانتهاء من كل الأعمال على أكمل وجه.